اللي ما ينجح لهاش معجون تاع الكرموس نقولك غير ما تراطيش لا فيديو تاع اليوم، واللي اول مره حتجربو نقولك تبعي حبيبتي وعينيك مغمضين. المعجون هذا اللي يذوقو عندي يهبل عليه، يجيني بزاف بزاف هايل. اليوم جبته لكم بمقادير مضبوطه مع جميع اسرار نجاحه. السلام عليكم غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل ملاح. قلكم مرحبا بكم، مرحبا بكامل الاخوات اللي تحقوا جدد القناه. قلكم نورتوا وشرفتوا، يعطيكم الصحه على الدعم تاعكم. اليوم جيت نبارطاجي معكم وصفه تاع معجون الكرموس ولا التين ولا البخسيس، كل واحد كيفاه يقولوا على اصوله، يجي بزاف هايل. واش نحكي لكم كي تحطوه في الطابله تاعكم راح يزيد لها همه وشان. دوكا خياتي نجوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي انايا راح نوزن معاكم كل حاجه راح تشوفوها قدام عينيكم. حكمت الميزان ديالي وجيت نوزن ديالي الحبات تاع البخسيس بعد ما كنت غسلتهم مليح وقطرتهم. لازم نخيروا الحبات اللي يكونوا شابين. انا هنا كما راكم تشوفوا طاح لي الميزان كيلو و205 غرام. انا هنا المعجون ديالي حبيته يبقى حب. اللي تكون حابه المعجون تاعها ترحيه تقسم الحبه على زوج ولا على 4 على حساب الحجم تاع الحبه. راني نقول لكم اللي حبت المعجون تاعها ترحيه الحبه تاعكم تحكموها تقسموها على زوج ولا على 4 على حساب حجم الحبه. اللي حبت تخليه هكاك حب يعني تخليه كيما درت انا كيما قلت لكم كان عندي البخسيس ديالي كيلو 205 غرام. ضفت عليهم كيلو 200 تاع السكر. انا ندير كل كيلو تاع كرموس نقابله بكيلو تاع السكر، ويجيني بزاف بزاف هايل. يجي معسل دوك تشوفوا معايا حبيباتي. انا عندي كل عام ندير المعجون تاع الكرموس ما يخطينيش كامل من الدار. هنايا دونك المعجون ديالي راح نخليه حاب ضفت له فنجان تاع قهوه وحليب الماء. إذا كنتو المعجون تاعكم راح ترحوه والحبات قسمتوهم ما تضيفوش الماء، مي هنا في هذه المرحلة ضفت الماء باش يعاوني السكر ديالي يذوب والمعجون ديالي تان يجيني معسل. على بالكم الحبات كيما قلت لكم ما قسمتهمش، درتهم هكذاك على هذيك ندير الماء هذاك. هنا خياتي نخلوه يبات ليلة كاملة، ومنين داك نحركو يعني السكر مع هذاك الكرموس هكا بالسكر تاعنا يذوب كامل ما يبقاش محجر من تحت. كما قلت لكم بعد ما داب لي كامل السكر انا هنا كنت رجعته في هاد الطنجرة، ماذا بيكم ديروا في طنجرة تكون شوية ثقيلة. هنا خياتي نحكم الحبة تاع القارص، نص نعصرها ونص نحطها هكذاك. دوك تشوفوا معايا كيما راكم تشوفوا النص الاولى عصرتها والنص الدوزيام قسمتها على زوج وحطيتها هكاك يعني في المعجون ديالي، ونحطه فوق النار. ندير نار متوسطة ونخليه يطيب بعقله. هنا الرغوة اللي تتشكل لازم نحيوها كيما راكم تشوفوا خياتي، باسكو لو كان نخلوها الرغوه تاعنا هذه تاع المعجون راح تخلي المعجون تاعنا ما راحش يشد. ونأكد لكم جربوا الطريقه ديالي، المعجون تاعكم ماشي يشد لكم مده عام، يبقى عامين يبقى على حاله. كما راكم تشوفوا خواتاتي انا ديجا كنت نحيت الرغوه يعني هذيك اللي تشكل كامل من الفوق، وهنا راني نزيد نحي قدامكم كما راكم تشوفوا، ونخلوه يطيب بعقله حتى يعقد لنا السيرو هذاك. يعني تشوفوه تقال ومن بعدك يعني باش يعني باش كيما نقولوا حنا باش تيستو اسكو المعجون تاعكم واجد، تنحوا شويه من هذا السيرو ديروه في فنجان ولا وتخلوه شويه هكا كي تشوفوه شد روحو يعني بدا يتماسك شويه، عرفوا بلي المعجون تاعكم راهو سوا. انا خدالي ساعه هو يطيب على نار متوسطه كيما راكم تشوفوا. هنا كنت بعد ما طفيت له راكم تشوفوا الحبات ديالي طابوا تاع الكرموس، وتان السيرو تاعي هنا تشوفوه خفيف شويه، مي على بالكم كل ما يبرد كل ما يزيد يتقال. ماذا بيا حبيباتي تخلوا لي جام وتخلوا لي تعليق لا فيديو هذه، واللي كانت اول مره زارت القناه نقول لك خلي لي الاشتراك فضلا وليس امرا، وسمحوا لي خواتاتي على الصوت ديالي. هنا السر من اسرار يعني المعجون تاعكم باش يجيكم مليح تانيك بعد ما
طيبوه وتطفوا عليه. هنا ما تغطوهش بالغطاء تاع الطنجرة لا بكاش غطاء بلاستيكي، هنا من الأحسن تغطوه بطرشولة هكا تاع المطبخ يعني تاع الكوزينة هكذا، باسكو شوفوا لا فابور هذيك اللي تطلع تاع المعجون كي تطلع في الغطاء ولا تطلع في حاجة بلاستيكية تشكل لنا هذوك القطرات، وهذوك القطرات يعاودوا يهبطوا في المعجون ويخلوا المعجون تاعكم يزيد يخفف. مي كي هذيك لا فابور تطلع وتقابلها هذيك الطرشونة هذيك راح تمتص كامل هذيك لا فابور وما يتشكلوش القطرات وراح يجيكم معجون بالطبع والشان. شوفوا حباباتي كيما راكم تشوفوا هذا هو المعجون ديالي بعد ما وجد. أنا كنت وريته لكم كيما نقول لكم المعجون ديالي يعني الصراحة اللي يذوقوا عندي يعجبوا، وكل عام ندير أنا المعجون هنا تاع الكرموس هذا يجي بزاف بزاف هايل كيما راكم تشوفوا بسم الله ما شاء الله. نتمنى حبيباتي تكون عجبتكم الطريقة ديالي وتجربوها وينجح معكم يجي بالطبع والشان وتفرحي زوجك وتفرحي عجوزتك وتفرحي ناسك وتشوفي تحطيه في طابلتك تاع القهوة. الله الله بسم الله ما شاء الله، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر والسلام.